البسارية وجمالها وكلنا بنحبها، بس ما بنحبش نجيبها عشان صعبة ان هي تتنضف. وهنعملها ازاي؟ طب لو مش هننضفها هنعملها ازاي كده بشكلها الفظيع في قبل ما تتنضف؟ انا هنضفها لك واغسلها لك ومش هتاخد معايا وقت. تعمليها كريسبي، تعمليها قراص زي الطعمية، تبقى تحفة جدا جدا. تابعوا الفيديو عشان تعرفوا ازاي هننضفها وازاي لغاية ما توصل بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل ده والكريسبي الحلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا هنا النهاردة الفيديو بتاعنا هو عن البسارية. البسارية دي جميلة جدا، بس طبعا متعبة جدا جدا في التنظيف، بس انا هوريها لكم تنظفوها بطريقة سهلة وجميلة. طبعا البسارية مفيدة، هي السمك الصغير كده بالشكل ده زي ما انتم شايفينه. انا جايباها بالذات ليه؟ طيب هي بتتعبك، طب تجيبي سمك كبير احسن. انا جايباها ولادي عندهم نقص كالسيوم شديد، فطبعا الكالسيوم بيتعوض بالسمك، بس ده مش اي سمك. هيتاكل، هعمله لهم كريسبي كده، هيتاكل بالشوك بتاعه، فهيبقى القيمة الغذائية بتاعته عالية والكالسيوم فيه عالي. ادي طبعا البسارية جبتها من الراجل، الكيلو ب20 جنيه. انا جبت كيلو بس عشان طبعا شايفين هياخد وقت مني في التنظيف، بس التنظيف بتاعه مش هياخد وقت معايا. ادي هتمسكي البسارية كده، لو عايزة الراس بتاعتها هتضغطي على البطن كده وتطلعي الايه اهو كده اهو، وهتخليها بالراس. لو مش عايزة الراس تشيليها خالص وتبقى بالشكل ده. شوف تاني مع بعض. اجيب طبق احط فيه اهو، ادي البسارية. هعملها ازاي؟ هجيب حتى الراس بتاعتها كده، اقطمها كده اهو، اجيب الراس كده وهي هتطلع بالبطن. شايفين اهي طالعه بالبطن بتاعتها وسليمه ونظيفه 100 100. هعمل معاكم تاني. ادي هشيل الراس خالص، هشيل الراس من هنا اهو، وادي الراس هتسحب معاها البطن بتاع البسارية. شوف كده في حاجه؟ لا مفيش حاجه، نظيفه وهي شفافه. شايفين اهي. عايزه تعمليها بالراس بتاعتها يبقى تضغطي كده ضغطه خفيفه كده على البطن وتطلعي البطن بتاعتها وتخلي الراس معاها. بس انا عايزه اشيل الراس عشان يبقى ايه نضيفه من كل ناحيه. في ناس طبعا تخللها اللي هي تبقى الملوحه، بس طبعا بيخللوها زي ما هي كده بتبقى بطنها بكل حاجه. انا ما بحبش كده بصراحه، بحب الحاجه ان هي ايه تبقى نضيفه اهي. بصوا طالعه البطن بتاعتها جميلة، وخصوصا البسارية لما تبقى صبحة بتبقى حلوة جدا. شايفين اهو البطن شفافة، وادي الراس بالمصارين بتاعتها اهي بالشكل ده اهي. شايفين طالعة ازاي؟ شايفين ايه ده لونها فضي كده البطن بتاعتها. طبعا بالطريقة دي هتعرفي تنضفيها بسرعة رهيبة. بنشوفها واحنا مع بعض بنقليها، هتقليها كأنها كده زي الكاراتيه او الشيبسي كده، مقرمشه وجميله. شايفين ممكن نعملها قراص، بس طبعا مش هتبقى تتاكل زي ما هي، مش هتبقى كريسبي بمعنى اصح. القراص هتبقى طريه شويه. انا جايباها الغرض ان انا ايه تتاكل زي الحاجات الكريسبي. ممكن تحط عليها ملح وليمون وتغمزوا بيها عادي، مفيش مشاكل. شايفين في وقت صغير وانا بتكلم معاكم اهو. طلع دي كمان. شايفين عملت كميه قد ايه وانا بتكلم معاكم كده. بعد كده هبدا ان انا اغسلها بالملح والخل والليمون، اغسلها كويس. وبعد كده هنشوفها مع بعض خطوه خطوه. هسيبها تكمل باقي الكميه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. كده حبايبي البسارية بعد ما غسلتها، بس طبعا وانتوا بتغسلوها ما تحطوش خل كتير، يا دوب نقطتين كده وعصرة ليمون وعلى طول، وتطلعوها ما تخلوهاش كتير عشان ما تتهريش. طبعا غسلتها كذا مره وصفيتها وحطيتها هنا في الحله. طبعا مجهزه هنا توم. انا ما حبيتش اعمل من التوم المفروم اللي في الفريزر عندي، بحب التوم الفريش. عملته وجهزت هنا التوابل بتاعتي، كمون وفلفل اسود ونص معلقه صغيره كده بابريكا، وعندي حطيت كاري وحطيت كركم وحطيت كزبره ناشفه وملح بسيط، لان طبعا التوم وانا بطحنه حطيت كميه ملح كويسه فيه، وحطيت كمان ربع معلقه زنجبيل. وهنزل بقى بدول على التوابل بتاعتي اهو
بالشكل ده. وهبدأ ان انا ايه منهم كده. بعد كده هبدأ اجيب ليمونة اشوفها كده هنا بس على المعلقة عشان البذر بتاعها. بالشكل ده. الصورة التانية. ممكن تبشروا الليمون بيدي طعم جميل جدا كده. تمام خالص. هبدأ بقى ان انا ايه، طبعا انا مجهزه الدقيق بس هحطه في كيس، مش هعمله كده في البتاع بتاعتي. هوريكم ازاي هحطه في الكيس وارجع. هبدأ بقى ان انا اجيب الثوم بتاعي وهبدأ بقى السمك. احاول برفق خالص لان السمكه دي مش مستحمله اي حاجه. بصوا بعمل الثوم كده واقلب السمك كده فيها. عايزين تسيبوه شويه في الثلاجه يتشرب كده من التتبيله مفيش مشاكل. عايزين تعملوه على طول مفيش مشاكل. انا هعمله كده اهو. انا بقلبه برده بشربه كده، وانا بقلبه بشربه من التتبيله بالشكل ده. جميل جدا. هنا بقى هعمل ايه، هجيب كده وصله التتبيله جامده خالص. هبدأ احط بس شويه ملح تانيين عشان ايه السمك بتاعي يبقى متبل وايه مملح كويس. بس كده الدقيق مش هيبقى فيه ملح بس بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، انا جبت الدقيق فضيته ادي الطبق هحتاجه مش هرميه. ادي الدقيق بتاع اللي هعمل فيه السمك. هجيب السمك بالشكل ده شويه شويه بس ايديا بس كده عشان اعرف اتبله كويس، بحيث ان هو يتغلف وما يبهدليش الدنيا لما اجي اعمل ايه واحده شويه شويه اهو بالشكل ده. هبدا بقى انا افتح الكيس كده بالشكل ده. اطلع بقى السمك. هجيب مصفى صغيره هعمل كيس ههزه كده بحيث السمك يبقى من فوق طافي كده على سطح الدقيق. هبدا انزل كده. ليه هعمله في المصفى ما دام انا هطلعه كده؟ عشان الدقيق المتبقي ده يعمل ايه، ينزل في الطبق بتاعي. الرخامه بتاعتي نضيفه ما هشيل اي حاجه تقع عليها عادي اهو. واجي اعمل كده اهو بالشكل ده واجهز بقى الزيت على البوتاجاز ونشوف هنقليه ازاي. شايفين الدقيق نازل كده حبايبي. حطيت طاسه فيها زيت يعني مش غزير قوي كويس لحد ما. وادي طاسه تيفال كده فيها شويه زيت على البوتاجاز. هعمل ايه، هجيب الطاسه تيفال واحط ارص كده فيها البساريه بتاعتي. هجيب البساريه كده من النص كده اهو. هي لو تبقى كبيره هتبقى افضل اهو بالشكل ده. افتحها كده بصباعي وبعد كده ارصها بالشكل ده كده لغايه ما اعمل زي قرص اهو بالشكل ده كده حبايبي. رصيتهم كده طبعا. لما كنت مسخنه الطاسه بعضهم استوى. هجيب طبق واحطها كده واقلبه عليه وبعد كده انزله. عندي هنا الزيت بتاعي تمام. هنزل بقى بالبسايه بتاعتي واحده واحده. ده اللي يخليها تبقى كريسبي جدا بالشكل ده. طبعا وهجهز المصفى بتاعتي كده كله مع بعضيه اهو. كده يبقى جميل جدا جدا. ودي طبعا الطاسه بتاعتي شغاله عليها برضو اهو. ممكن كده نقلبهم واحده واحده وممكن نحطهم في طبق. يعني مثلا اسهل من ان انا اقلب كده واحده واحده ان انا هقلبهم كده
هعمل كده عشان طبعا لو اتفضى حاجه وكده يبقى كده تقلبوا مره واحده. ممكن كمان هنعملهم الاحسن عشان تبقى كريسبي، هتبقى ايه كده لو هنقليهم من غير دقيق ولا اي حاجه. طبعا لو هنقليهم بدقيق هتبقى بقى كريسبي وجميله جدا. اوريكم ازاي اهو ابتدت تاخد لون، تبقى جميله جدا. هشيلهم كده طبعا، هحطهم في طبق وهنعمل طبعا اللي بالدقيق. ادي حبايبي اللون كده جميل جدا. هبدا ان انا اشيل السمك بتاعي ونسيبه نصفيه كده في المصفى بتاعته كده عشان ايه يبقى كريسبي زي ما هو. وهبدا انزل بكميه السمك الثانيه. حطيت الكميه هنا طبعا على بال ما احط برص اهو رصيته اللي بالدقيق بالشكل ده. احط عليه كده من السمك هنا معلقتين، انا حاطه معلقتين كده من الارضيه اخليهم بقى يستووا وتمام التمام. طبعا السمكه طالعه شايفين تحفه كريسبي جميله جدا. طبعا ما تقلبوش السمك كتير عشان ايه يستوي وما يتفتش منكم في الزيت. هنعمل بقى شكل حلو وجميل، هنعملها زي قرص البيض كده اهو بالشكل ده. نحط السمك كده جنب بعضيه بالتتبيله بتاعته بالشكل ده. انا مش هكتر عشان ايه اعرف اشيله. وبعد كده هتبله بالدقيق بتاعي السمك كده، هتبله بالدقيق وبعد كده هنزل فيه في الزيت الغزير ده بحيث ان هو ايه يبقى متماسك مع بعضيه بالشكل ده. ودي شكل السمك بتاعنا اللي عملناه في الطاسه، يعني هيطلع واحده واحده بالشكل ده. شايفين جميل جدا. مش فاهمه القرصه هيطلع المقصوصه كده هقلبها عشان تبقى قرص زي ما هي. انا عملت كام قرص صغيرين بالشكل ده شكله ما يفكوا. ادي كده اطلع القرص بالشكل ده واصفيه على الشبكه بتاعتي وبعد كده احط. هرجع لكم بعد ما اخلص. ودي حبايبي بسارية بعد ما عملناها كده كريسبي تتاكل كده، وممكن تحطوها في عيش زي ساندوتش كده الجمبري، تبقى جميله جدا وعليها عصره ليمون. ودي عملناها بالشكل ده بشكل قرص بالشكل ده كده، تتغمس برده وتتاكل بتبقى جميله. ممكن نعملها اقراص صغيره زي كده. يا ريت تعجبكم الطريقه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. مع السلامه. الوصفه النهارده بتاعتنا تحفه ومغذيه جدا، وتعمليها لاولادك كانها ستريبس كده، كانها جمبري كده. ممكن ياكلوها زي السناكس زي الشيبسي. شكلها كده شايفين تحفه، كل واحده بوحدتها وكريسبي وجميله جدا. وعملنا منها قراص. ايه هي الاكله دي الغريبه اللي انت بتقولي عليها مغذيه جدا؟ هي البسارية كلنا او اغلبنا ما بيحبهاش عشان طبعا تنظيفها وصعبه في عملها. انا هعملها بطريقه سهله ونضيفها لك بطريقه سهله ما تاخدش منك وقت خالص. وطبعا قبل ما نبتدي الفيديو حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناه لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه. طبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. واذا كان في اي كومنت اعملوه. يلا بينا نشوف الفيديو.